الموت يا حبيبي قد لا تبتلى قبله بمرض، فالقبور حاليا امتلأت شبابا تركوا أحلامهم فجأة دون وداع أخير. فالموت لا يوقر كبيرا ولا يرحم صغيرا، لا ينتظر الجائع حتى يشبع ولا المسافر حتى يعود، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن النفس قد يخرج ولا يعود، وإن العين قد تطرف ولا تطرف الأخرى إلا بين يدي الله عز وجل. يقول الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إن ذهب يوم ذهب بعضك، وكل ليلة تمر عليك تقربك من القبر، حتى يأتي الليل الذي لا صبح له إلا يوم القيامة. والله يا إخوة الموت قريب جدا، لا نضمن إذا نمنا أن نستيقظ غدا، فالدنيا فراقها محتوم، والموت على الجبين مرسوم، والبقاء لا يكون إلا لله الحي القيوم. الموت في هذه الدنيا نهاية كل حي وختام كل شيء، والحياة بطبيعتها تبدأ ببكائك وتنتهي بالبكاء عليك، والدنيا تتقلب، أرحام تدفع وأرض تبلع، وقوم يأتون وآخرون يرحلون، ونساء يلدن كل ساعة على وجه الأرض، وأناس يقبرن كل ساعة على وجه الأرض. فهيا الآن جدد التوبة، واغسل ثيابك بدموع الأوبة، وعد إلى ربك جل وعلا، فمهما عظم ذنبك فهو شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء، يقبل اليسير من العمل ويعفو عن الكثير من الزلل. ولا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله هداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. وبعد الموت سوف يبعث الناس وتنصب الموازين، ويقف الجميع بين يدي الله رب العالمين. فأعدوا لهذا اليوم عدته، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.